النهارده إن شاء الله هنتكلم عن القهوة الخضراء وعن دورها في التخسيس وإيه الفرق بينها وبين القهوة العادية، وهل فعلا ممكن مرضى السكر ومرضى الضغط يستخدموها بكل أمان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية إيه الفرق بين القهوة الخضراء وبين القهوة العادية؟ القهوة الخضراء دي هي حبوب القهوة قبل ما تتحمص وتتحول للقهوة البني اللي كلنا عارفينها، وبتتميز بوجود حمض الكلوروجينيك فيها اللي هو حمض بيتأثر بالحرارة وبالتالي بتقل كمياته كتير جدا في القهوة العادية، إلى جانب طبعا وجود نسبة من الكافيين فيها، ولكن حمض الكلوروجينيك اللي فيها ده أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية إن ليه فوائد كتيرة جدا جدا مش بس في التخسيس، لا ده كمان يعتبر مضاد أكسدة قوي جدا بيتميز بحاجات كتيرة جدا هنتعرف عليها إن شاء الله. حمض الكلوروجينيك اللي في القهوة الخضراء كونه مضاد للأكسدة فده بيخليه يحارب الجذور الحرة الموجودة في الجسم وبيحمي الخلايا وخصوصا الأوعية الدموية والشرايين، وده شيء كويس جدا جدا لمرضى الضغط العالي، الى جانب ان هو بيقلل نسبه السكر والانسولين في الجسم وده شيء كويس جدا جدا لمرضى السكر، ولكن طبعا مش هيستفيدوا بيه الا في حاله استخدام القهوه الخضراء بالجرعات السليمه والكميات المطلوبه علشان ما يتضرروش منها من اثارها الجانبيه، وطبعا وجود اهم شيء في القهوه وهو الكافيين مع حمض الكلوروجينيك. وجدت الابحاث والدراسات ان هو بيعلي نسبه الحرق 25% الى جانب ان هو بيسد الشهيه، وده طبعا في حاله استخدام بكميات الصحيحه المعقوله عشان خاطر الجسم بعد كده زي ما قلنا بيعمل حاجه زي مقاومه للقهوه وما بيستفادش منها اكبر استفاده، زي ما قلنا في فيديو التخسيس بالقهوه ان في ناس بتشرب قهوه من زمان جدا وما بتخسش خالص، بالعكس ده مش بيبان عليهم غير بس اعراضها الجانبيه، ده علشان خاطر مقاومه الجسم للقهوه. وعشان خاطر نستفيد من شرب القهوه سواء كنت مريض سكر او كنت مريض ضغط او شخص عادي لا تعاني من اي امراض، فلازم تعرف ازاي تشربها وايه الكميه اللي انت مطالب انك تشربها يوميا، وكمان الاوقات الصحيحه السليمه اللي تشرب فيها القهوه. اول شيء شرب القهوه ما يزيدش عن فنجانين قهوه في اليوم، ويفضل ان هي تكون في الصباح او قبل الوجبه بساعه او بعد الوجبه بساعه، والفنجان التاني يكون قبل الساعه 6 بالليل طبعا علشان ما ياثرش على النوم. وبالنسبه لمرضى الضغط والسكر ففنجان واحد بس في اليوم كفايه جدا، واطمن هو كفيل ان هو يزود حرقك للدهون وكمان يسد شهيتك بدون اي مشاكل. والافضل زي ما قلنا عشان تستفيد اقصى استفاده من القهوه والجسم ما يعملش منها مقاومه ان انت هتشربها اسبوع وتوقفها اسبوع، تشربها اسبوع وتوقفها اسبوع وهكذا. ما ننساش طبعا ان انا بتكلم عن القهوه الخضراء مش القهوه العاديه، لان القهوه العاديه نسبه الكافيين فيها عاليه جدا، الى جانب ان حمض الكلوروجينيك اللي هو يعتبر اهم ما بنتكلم عنه في القهوه الخضراء مش موجود فيها بنسبه كبيره، بالعكس هو موجود فيها بنسبه قليله جدا، لان زي ما قلنا هو بيتاثر بالحراره، فلما بنيجي نحمص القهوه الخضراء ونحولها لقهوه بني فبيكون نسبته قليله جدا لان هو بتاثر تاثير تام بالحراره. شرب القهوه بالكميات ديت وبالطريقه ديت هيفيدك جدا وهيساعدك جدا وهيعزز من صحتك جدا، ولكن لو زودت عن الكميات ديت هتلاقي ان هيبان عليك الاثار الجانبيه للقهوه وهي الارق وعدم النوم بشكل كافي، وكمان هيأثر على صحتك الى جانب ان هو ممكن يعمل مشكله في المعده، وكمان مع الوقت هيسبب هشاشه عظام، وكل ده زي ما قلنا في الكميات الكبيره، يعني اللي هو اكتر من 3 او 4 فناجين في اليوم. الناس اللي ممنوعين من شرب القهوه منهم الحوامل لان هو ممكن يعرضك للاجهاض او للولاده المبكره، وكذلك المرضعات لان هو بيفرز القهوه بتفرز او الكافيين بيفرز في لبن الام وبينتقل للطفل اللي ممكن يسبب له مشاكل في النوم وكمان مشاكل للام، الى جانب الناس المصابين بالقولون العصبي لان هي ممكن تساعد او هتساعد في تهيج القولون العصبي. كمان الناس اللي عندهم هشاشه في العظام لان القهوه بتسحب الكالسيوم من العظام وبتخرجه من الجسم عن طريق البول. ده كان كل شيء عن القهوه الخضراء وازاي تخس بيها وعن الفرق بينها وبين القهوه العاديه، ولو في اي سؤال او اي شيء انا ما ذكرتوش او اي توضيح انت عايز تعرفه سيبه في كومنت تحت الفيديو وانا هجاوب عليه ان شاء الله، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.